جمال سليمان رئيس لسوريا. تابعوا هذا الفيديو مهم كتير. هذا التصريح قديم ولكن جمال رجع أعاده ليرجع على الوجه. جمال سليمان كفنان معارض هو مختلف عن كل الفنانين المعارضين وحتى عن كل المعارضين. ليش؟ لأنه بيقول لم أنادي بإسقاط النظام وشعاري هو الشعب يريد إصلاح النظام. يعني كل هدول الفنانين بكفي وجمال بكفي تاني. الرجال بيقول عن حافظ الأسد. حافظ الأسد كان عنده براعة شديدة في إدارة الملفات الخارجية. يعني سوريا كانت بأيام حافظ الأسد عندها علاقات مميزة مع إيران، بس علاقتها الأميز كانت مع الدول العربية. يعني ما كانش في عصر حافظ الأسد ممكن العلاقة مع إيران تطغى أو تؤثر سلبا على علاقة سوريا مع المحيط العربي. سوريا بعهد حافظ الأسد كانت محتلة لبنان، قاطعة علاقتها مع العراق مشان إيران ومع الأردن ومع تركيا، حتى أنه من عام 1977 لعام 1990 كانت مرحلة توتر بين سوريا ومصر وحتى مع السعودية. يعني مين ضل من الدول العربية؟ كوريا الشمالية. شلون أنت قريت الموقف؟ إن حافظ الجحش كان سياسي وقوي بالسياسة الخارجية. لكن بنفس الوقت كان في نوع من الحكمة السياسية اللي خلق نوع من التوازن داخل المجتمع السوري. وبالداخل كان في حكمة وتوازن، توازن بحيث ما يصير كتير مجازر، يعني مجزرة مجزرتين كل سنتين ثلاثة. حكمة إنه كل الوظائف بالجيش والمؤسسات لطائفة واحدة، حتى لو ما كان في مؤهلات، المهم طائفة واحدة. على عهد حافظ الأسد اخترعوا مصطلح الحيطان إلها أذان وبيت خالته وبيعبوه، وهي المصطلحات خرجت من الأفرع الأمن اللي أنشأها حافظ الأسد. لم يكن ينقصك شيء، أنت على صداقة شخصية كنت مع بشار الأسد. جمال هو صديق بشار الأسد من قبل ما يكون رئيس، وللحق لما كان بشار رئيس جمال سليمان حكى معه وقال له يعني في فساد فلازم نصلح الوضع. أنا بمخيلتي كان في سهلة كلاسي بين جمال وبشار وحكى معه بالموضوع. وللحق مو بس جمال هو صديق بشار، كمان جهاد مقدسي مستشار جمال في منصة القاهرة. اللي ما بيعرف جهاد مقدسي يراجع جوجل. أنت صهر محمد سلمان وزير الإعلام السابق، يعني من أهل الحكم، من أهل الحل والعقد. أنت من أهل الحل والعقد، أنت متشرش بالنظام. كيف هيك نقلت؟ على الرئيس بشار الأسد وعلى حتى يقول حتى اللحظة تقول عن بشار الأسد الرئيس لأنه رئيس. طيب حافظ الأسد سواء عجبك أو ما عجبك هو رئيس. عجبك أو ما عجبك هو رئيس، غصب عنك وعن اللي جابك هو رئيس. عجبك ولا لا؟ شو مفكرين هذا رئيس جمال سليمان؟ طيب إذا أتى حافظ الثاني لا قدر الله يعني بعد 20 30 سنة سيكون رئيس وتقول عنه رئيس حافظ بشار حافظ الأسد. طبعا لأنه رئيس. فعجبك او ما عجبك، وين عجبك أو ما عجبك. لانه رئيس. هتخلوني اركب راس القد وانزل فيكم؟ لا. شو مفكرين يكون عنكم رأي وتقولوا هذا الرئيس ما بيمثلنا غصب عنا؟ وين عجبك أو ما عجبك. جمال سليمان ما تعاطف مع الشعب السوري ابدا، وعلى مدى 14 سنه ما ذكر اي ذكر ولا لحتى كلمه واحده عن المجازر او الاخفاء القسري او التهجير الممنهج او عن اي شيء من معاناه الشعب السوري. وبصراحه ما اجى ولا عقد لمسلسل ضد النظام، بس كمان ما حمل رايه الثوره خلال 14 سنه باي شكل من الاشكال، مع انه ظهر بكل المحافل العربيه. بس خلينا نقول هالكلام قديم، واعتباطا خلينا نجذبها معه. وخلص سقط النظام وصرنا بمرحله جديده. اكيد جمال مبسوط وسعيد مع الشعب. نعم. حزين جدا. شباب خير ليش زعلان؟ يعني انت ما بدك صوت النظام بس صار وخلصنا، ما لازم تشارك شعبك اللي بدك تصير رئيسه. فرحوا. أنا لما شفت هذا الفيديو لناس بدهم يقتحموا دار الأوبرا نعم. حزين جدا. يعني شو بدكم تاخذوا من دار الأوبرا؟ يعني رح تلاقوا كولر مثلا تبع هي بتنزل مي باردة نعم. بغرفة موظف، ولا رح تفكوا كراسي دار الأوبرا؟ شو بدكم تعملوا؟ صحيح والله شيء مزعج، مزعج جدا. يعني شو بدكم تعملوا بالكولر ولا بالكراسي؟ هي صورة حي جوبر الدمشقي مهدم بالكامل منذ أكثر من 10 سنوات. بين هالركام في بيوت أكثر من 90 ألف عائلة، أكثر من 300 ألف شخص كانوا يسكنوا بهي المنطقة، ذكرياتهم وماضيهم حاضرة. لكن مو مشكلة في ذا البلد. أنا ضد إنه يتهدم أو ينسرق أي شيء من مؤسسات الدولة، لكن كمان التعاطف مع شعب جريح خلال 14 سنة شيء صعب، خاصة إذا في أشخاص حاولوا، ما اقتحموا، حاولوا يقتحموا دار الأوبرا. دار الأوبرا دفعنا مليارات، هي مصاريكم يا جماعة. المصاري مو أموال الشعب. مليارات كلفت. وقعدنا أصعب شيء بهذا الكلام إنه كلفت المليارات ونحن كشعب ممنوع نفوت عليها. ولا أنت ما بتعرف دار الأوبرا لا يسمح بدخولها إلا ناس فئويين، إما منتسبين لنقابة أو لمعهد أو مؤسسة فنية. هي صح كلفت المليارات بس كرمالك أنت وجماعتك، أما باقي الشعب أصلا ما بيعرف شو فيها. سيدي مو خلاف جمال، هلا بلدنا حرة وصار فينا نرميها. تفضل شاركوا البناء. اليوم هناك سلطة قائمة في اللاشيء. هذه السلطة كما يعني هو جين ومعروف ذاك أصولها إسلامية واضحة جدا. إسلاموية؟
سيد جمال نحن كشعب كلنا بنصلي، نسائنا محجبات ورجالنا بدهن. اذا هالشيء بيجعلنا اسلامويين خلص بكره نهد المساجد ونحلق دقوننا ونشلح نسواننا الحجاب. المهم انت ترضى عنا وتقبل تصير رئيسنا. نحن بالنسبة لنا كمعارضة سورية مدنية وديمقراطية. مين انتخبكم كمعارضه؟ من وين حشرت كلمه ديمقراطيه؟ يعني انت كشخص ما حد حطك باي تشكيلات معارضه، فرحت فتحت دكانه سميتها منصه القاهره، مدري مؤتمر القاهره، كل يوم بس. وضربت الصحبه من اول يوم مع منصه موسكو، واللي بتقول لا تغيير للنظام بس في اصلاح بالدستور. وحشرت حالك بالائتلاف اللي ما في حدا بسوريا بيعرفه، واللي بيعرفه بيقول ما بيمثلني. فانت مين بتمثل؟ وين الديمقراطيه؟ ليش حشرت هالديمقراطيه عندك؟ هذا النظام السياسي، يعني النظام السياسي في سوريا، لانه النظام السياسي على النظام السياسي وعلى الرئيس بشار الاسد. انت الشخص الوحيد اللي بتقول عن نظام الاسد نظام سياسي، حتى تفصل بين بشار الاسد وحاشيته وبين جرائم بشار الاسد، مشان بأسوأ الاحوال تصير تدافع عن بشار الاسد وتقول له هو ما دخله، هن النظام سياسي ما دخلهم بالقتل. وانه المعارضه الحقيقيه لا تبحث عن انتصار. انت كمعارض بتقول المعارضه الحقيقيه لا تبحث عن النصر، مشان تدفع الشعب والمعارضه لاخذ اي شيء يرمي بشار الاسد، مثل تعديل ببند بالدستور او عفو عام او حتى تسيح بعض الضباط ويقولنا خلاص نظفنا البلد. أنا إننا نستخدم كلمة علمانية، لأن كلمة علمانية يبدو أنها كلمة سيئة الصيت والسمعة في عالمنا العربي، يعني كأنها تعني الكفر لا سمح الله، أو تعني التجاوز على يعني تراث المجتمع وقيمه وأخلاقه. فلذلك خليني أقول الدولة المدنية الديمقراطية. جمال سليمان ممثل أعلى قدر حصل عليه هو شهادة من المعهد الفني تثبت إتقانه للبس الدور، بس للأسف أنت فشلت بالدور اللي أعطاك إياه النظام. الدور كان أنك تمثل معارض وتخرق المعارضة السياسية السورية اللي بالأصل ما حدا مطلع فيها، مو لأنه نحن كشعب بنحب الدم، بس لأنه بشار الأسد ما بفهم بالسياسة. الدور اللي أعطاك إياه النظام مشان تنتقد الثورة بكل أطيافها وتقول عن نظام قاتل نظام سياسي. الدور اللي أعطاك إياه النظام مشان تلمع صورة حافظ بشار وحافظ صديق. من هون بنعرف أنت قديش شخص حساس ومرهف وبتحس بقيمة الإنسان والشعب الديمقراط وفئوي وحنكشاري وأهم شيء مو إسلاموي. ومع هيك نزل على الانتخابات الشعب ناطق.